تعالوا نعمل المسقعة بطريقة أمي ست الحبايب بطعم ينافس أكبر المحلات، وإضافة بقى التوم والخل، حاجة كده من إيدين ست الكل. ما شاء الله، حاجة كده زي الكتاب ما قال. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان هنضيف مكون للبدنجان هيخليه مش هيشرب منك ولا نقطة زيت، وهيطلع البدنجان منك مقرمش، والزيت بتاعك رايق لآخر قطعة معاكي من البدنجان. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين كده البدنجان بتاعنا وجماله، واللون بتاعه القمر، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وكمان هنعمل سندوتش المسقعة بتاع المحلات بإيدك بقى ونفسك بقى ونفس أمك معانا يا ست الكل، حاجة كده فوق الخيال. سندوتش المسقعة حاجة كده تستاهل بقك. ومعانا بقى طبق الجرجير القمر ده، حاجة كده تحفة. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال والحلاوة. سندوتش المسقعة اللي الناس واقفة عليه بالتوابير وعمايل ايديك ونظافة، حاجة كده تحفة. شايفين القمر وشايفين الحلاوة. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوفوا معانا ايه وهنعمل ايه. معانا بقى كده وحدتين من البدنجان الرومي او الكوبي، احنا عندنا بنسميه البدنجان الكوبي. وطبعا محضرة بقى الطماطم بتاعتنا، وهنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا انا بقولك اشتري كده البدنجانة اللي تكون كده لونها الاسمر حلو كده وبيلمع معاكي، وتكون كده زي ما انت شايفاها مدورة كده وحلوة، والقفل بتاعها من تحت يكون متول. ديت بيكون كده قلبها ابيض زي الشمع. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. انا هنا مش برش على البدنجان ملح واسيبه بقى 5 دقايق 10 دقايق، لا، انا بقطع وبقلي كده على طول. وبضيف بقى كده معانا شوية من الدقيق، ابدر بيهم بقى كده قطع البدنجان، وانفضه كده من الدقيق، وبعدين احط في الزيت. والزيت طبعا يكون معاكي سخن، بس بقى مش مقدوح قوي علشان البدنجان كده ما يتحرقش منك. يكون كده سخن يعني، مش مقدوح قوي. وطبعا كده بنفضه قطع البدنجان كده من الدقيق قبل ما نحط في الزيت. وهيفضل بقى كده الزيت معاكي رايق لاخر قطعة من البدنجان، والبدنجان هيطلع معاكي مقرمش ومش شارب زيت، والطبق ما بيكذبش. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كمان كده معانا فلفل فلاحي طويل، هو يعني حرقيته كده مسكرة، ولا حراق قوي ولا بارد قوي. وبرده بمسحه بقى من اي بقى نقط مية او حاجة علشان الزيت ما يطرطش مننا ويبوظ بقى كده البوتاجاز بتاعنا. وبعدين تطلعي كده الفلفل يكون لونه رايق، ما يكونش كده حرقاه قوي او مغمقاه قوي. حتى البدنجان تطلعيه كده رايق، ما يكونش برضو متحمر قوي كده ومشعوف منك، لا. طلعي كده حاجتك رايقة عشان يبقى لونها حلو كده في الصلصة. زي ما انت شايفة البدنجان بتاعنا وجماله. طبق البدنجان المقلي بتاعنا قمر، 5 قمر، بيتكلم كده عن نفسه زي الكتاب ما قال. بطريقة أمي ونفس أمي في المطبخ، ربنا يرحمها ويسامحها. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. هنا بقول لكم شايفين البدنجان ولونه وهو طالع من الزيت، حاجة كده كهرمان. وشايفين كمان لون الزيت عامل ازاي. شايفين الزيت رايق، تقدري تستخدميه مرة كمان ومرتين. بس لما تستخدميه مرة كمان ومرتين تحاولي تضيفيله بقى شوية زيت مضاف، طبعا ما يبقاش ليه اي اثار سلبية على الصحة ولا حاجة. هنا بقى جبت الصينية بتاعتنا وحطيت فيها شوية زيت نضاف، ونزلت بالثوم بتاعنا مقطع حلقات بالسكينة، بيبقى طعمه أحلى في المسقعة ما يكون مدقوق. وبعدين نزلت بمعلقة من الصلصة وقلبتهم كده تقليبة أو شوحتهم تشويحة، وبعدين نزلت كده بالخل، وبعدين عصير الطماطم. وعصير الطماطم يعني حوالي نص كيلو من الطماطم.
مضروبين بقى كده في الخلاط ومصفياهم عشان ما يبقاش فيهم لا تفل ولا ايه ولا قشر طماطم. وبعد كده الطماطم بتاعتنا ما اتسبكت، زودتها كده شوية من المية وظبطت الملح بتاعها، وبعدين نزلت بقرنين فلفل يكونوا نيين مش مستويين. ده بيدوا بقى كده للمسقعة طعم روعة. شايفين كده الطبق بعد ما فضينا البدنجان ولا فيه نقطة زيت؟ حاجة كده بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة، حاجة كده الله أكبر. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين المسقعة بتاعتنا؟ المسقعة بتاعتنا بتتكلم عن نفسها، حاجة كده تحفة زي الكتاب ما قال. هنا بقى هنعمل سندوتش المسقعة بطريقة المحلات. وشايفين العيش بتاعنا وجماله. العيش ده انا عاملاه على الطاسة على البوتاجاز، عمايل ايديا وحياة عينيا. عيش بيتي بقى لزوم المسقعة. ان شاء الله ننزل بالطريقة بتاعته قريب وندوق بقى كده المسقعة بتاعتنا، حاجة كده تحفة، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بمعلومة، واشوفكم على خير. مع